عيني يا عيني رعودي. رعد رعد. شايفين رامي نفسه ازاي، مهمل في نفسه ومربي دقنه ومربي شنبه وموسخ جسمه. خلاص هو بدأ يعتكف بدأ ينهار من ساعة ما مشيت هيفاء وهبي اللي كانت معاه دي. وهو بصوا عامل ازاي. طب نعمل لك ايه يا عم انت يا عم الحاج؟ على فكرة هي كانت بتضربه، دي كانت شرسة مفترية، وهو عامل فيها مؤدب وابن ناس وما بيرضاش يجي جنبها، ما يرضاش يكلمها ولا يديها على وشها كده. بس اخر يوم لطشها لطشتين كده، اداها قلمين على وشها، فحلفت ما تقعد في البيت. قالت مش قاعده لك قالت طب وحياة مامي وبابي ما انا قاعده لك في البيت دوت يا رعودي. وغضت ومشت. وبصراحه انا ما كنتش طايقاها بصراحه والله ما كنتش طايقاها، عشان حاساها كده ان هي مش شبه رعد، مش شبهه خالص. انتوا شفتوا شكلها؟ شفتوها؟ مش بالشكل بس، بالطبع حتى. طب اقول لكم على حاجه، اصحابها ما كانوش عايزين ياخدوها، شكلها كده منحرفه والله بجد. انت بتطلع لي لسانك ليه؟ مش عاجبك الكلام؟ شكلها كده كانت يعني منحرفه. بيقولوا ان هي كانت بتخرج وبتجيب لهم قطط وتيجي والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فقالوا شوفوا حد ياخدها. فصراحه انا قلت ايه، لا دي ما تقعدش في بيتنا تاني، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. والقط ده لازم نجيب له قطه كده بنت ناس، لازم نجيب له يعني قطه متربيه ان شاء الله يا اولاد. باذن الله بعد العيد مباشره بمشيئه الرحمن اذا كان في العمر بقيه. طبعا هسافر اقعد مع امي بقى، امي تعبانه ومفيش حد يرعاها بعد ربنا، هي وابويا. اروح بقى اقعد معاهم شويه كده فتره. بس شايله هم رعد، اوديه فين يا اولاد؟ اخده معايا؟ ايه رايكم؟ نجيب له ليتر بوكس وناخده معانا يغير جو. بس خايفه لحسن يتلم على قطط مصر يا اختي. تغويه قطط مصر والله. ممكن اصل بصي في مصر في القاهره يعني القطط بتدخل البيوت كده من غير استئذان، مش زي عندنا هنا في ادب كده وفي احتشام كده وفي استئذان وفي حرمه للبيوت. لا، في مصر تلاقي الباب اول ما يتفتح تلاقي في قطه تحت السرير، قطه تحت الكنبه. انا عن نفسي عندي بيت ابويا هكذا، فخايفه يتلم بقى على القطط اللي هناك ومعرفش ارجعه تاني. فادوني ايه رايكم يا اولاد وقولوا لي الحل، عشان انا طبعا بجهز للسفر. بدات اخبز ان شاء الله باذن الله. عامله الخميره، هعمل الخميره النهارده، هعملها وهنشر لكم الفيديو، هنشر لكم الخميره من اول ما نبدا نعملها. ما تركح يا رعد، ما تركح، اقعد في مكان يد، عايزه اصور عدل. انت اقعد على حيلك كويس. المهم طبعا انا شايله الدنيا كلها عشان الخبيث، وهبقى اوريكم برضو الاوضه اللي هخبز فيها، الاوضه اللي هي اوضه القرار دي. شايله كل حاجه كل حاجه. انا تقريبا كل الفيديوهات اللي على القناه شايله فيها كل حاجه كل حاجه. والله مش عارفه، ان انا عارفه كده، حاسه سامعاك يا بنت وشايفاك اللي انت بتقولي. انت على طول اساسا سايبه الشقه كده على البلاط. اللي عنده قط هيعرف باللي انا بقوله. هعمل ان شاء الله باذن الله، بدات ان انا اجهز. هعمل شويه فايش كده باذن الله. طبعا انا كنت هعمل رقاق يا ولاد، بس يعني صراحه قلت طالما ان مفيش لحمه، يعني بما ان احنا مش يعني مش ميالين للحمه، يعني انتوا فاهمين. اللحمه يعني بقت حاجه رفاهيه كده، فمش هنعمل ولا بتاع دوت
رقاق باللحمه المفرومه ولا الكلام الفاضي ده احنا زهقنا منه وقرفنا. فهنعمل ايه؟ فمش هعمل رقاق. احتمال maybe yes maybe no ان انا اعمل رقاق كم يعني حوالي 10 رقاقات كده، قولي نص كيلو، عشان الواد محمود ابني بيحب ياكله باللبن بس كده. فان شاء الله باذن الله انتظروني بقى انا وانا بعمل لكم الفايش. بعمل لكم الفايش، هو ده احسن حاجه يعني، مفيده كده و بالنسبه لي يعني. بعد كده باذن الله لسه بجهز بقى الشنط بدات اجهزها من امبارح. بدات اشوف هاخد ايه. لسه هنزل اجيب شويه حاجات، فادعوا لي يا ولاد وادوني رايكم، هناخد رعد معانا ولا ما ناخدوش ولا ايه؟ عارفين ان المشكله في اخدان رعد ايه؟ ان احنا في السفر طبعا ده عايز بقى لو دخل الحمام يعني هنوديه مثلا الحمام بتاع القطر مثلا ولا ايه؟ فمش هينفع. هو ده دي بقى اللي محيراني، دي اللي مشايلاني يعني ايه، مخلياني بفكر ناخده ولا ما ناخدوش. ابني وجه قاعد فين، نام فين، انا قلت دخل الحمام، لقيته لا، جه اترمى هنا في وش البلكونه طبعا عشان الهوا، جو سخن. فيا ولاد قولوا لي بقى، قولوا لي رايكم يعني هناخده معانا ولا ما ناخدوش، ولو خدناه ناخده ازاي يعني. انا بقى مش عارفه. طبعا هو مش كلنا هنسافر يعني، في ناس هتبقى في البيت طبعا. فبفكر ان انا برضو ايه، موضوع ان احنا ناخده ده يعني فيها تفكير كبير يعني. ممكن نسيبه هنا مع زوجي يعني، وممكن ناخده، ليه لا، عشان يغير جو كده وينسى موضوع الطلاق المفاجئ ده اللي هو ان مراته سابته دي. يمكن نتعرف على حد محترم هناك ونجيبها له ونيجي. والله باذن الله بمشيئة الرحمن لما اسافر ان شاء الله بفكر اجيب له طبعا قطه من سوق الجمعه، لان في سوق الجمعه في محلات كبيره جدا بتبيع قطط، بتبيع قطط وكلاب وحاجات زي كده. ولو ان يعني الموضوع حرام يعني، في حرمانيه يعني، بس مش لاقيه انا قطه نظيفه ولا قطه نوعيتها زي رعد كده. المهم يا ولاد كل سنه وانتم طيبين. حاولوا بقى تقتنصوا الكام يوم اللي ما اقتنصش بقى من بدايه العشرة. يبدا من النهارده يا ماما انت وهي، ابداي النهارده، من النهارده، من بكره يعني، اتسحري كده ان شاء الله وصومي من بكره يعني. هو احنا كده يعني خلاص فاضل كام يوم. على فكره العمل الصالح مش الصيام بس، كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو عمل صالح. فيعني على قد ما تقدروا اكثروا من العمل الصالح في هذه الايام. طبعا المفروض الكلام ده كنت قلته لكم من قبل يوم الاثنين اللي فات، بس يلا انتوا المشكله ان انا عندي النت هنا مش مظبوط خالص، لذلك مقصره في الفيديوهات. وبالنسبه للتنظيف، حمله التنظيف اللي احنا بنعملها احنا شغالين فيها، وان شاء الله باذن الله مكملين وهتنبهروا زي ما قلت لكم كده، هتنبهروا.